كاس العالم عايزين بقى للمرأة. تفاصيل اكتر عن استضافه بطوله العالم، بطوله كاس كاس العالم. كاس العالم عشان تبقى عارف. والملف اللي اتقدم حاضر. وكواليس بقى انت ازاي تم. كواليس الملف، طلبنا تنظيم كاس العالم وربنا وفقنا وخدناه من الاتحاد الدولي، وافق على ان احنا ننظمه. كاس العالم ده هيكون من 14 الى 17 مارس 23. بس كواليس الملف ده تستغرب لها. طبيعي ان لازم يبقى فيه دوكيومنتس، ورق دوكيومنتيشنز كده، ورقه كذا ورقه كذا ورقه كذا. الحقيقه بالذات في الكاس ده بالذات، كنا في اجتماع مجلس الاداره، وبعدين زملائنا اعضاء مجلس الاداره بالمناسبه قعدوا يعني ايه يهنوني ويهنوا مصر بان احنا نظمنا شيء كويس وشيء في مجلس الاتحاد الدولي في الاتحاد الدولي، وان ده شيء عظيم، وان افريقيا ابتدت تبقى على ايه. لان دايما اربط مصر بافريقيا علشان انا رئيس اتحاد مصر ورئيس اتحاد افريقيا، وفي نفس الوقت برضه بندي نوع من زعامه رياضيه لايه لمصر في هذه الرياضه يعني. فبنغير الخريطه. كانت الخريطه الاول جنوب افريقيا، والنهارده احنا مصر، يعني ما فيش خلاف يعني. بالظبط. الحمد لله. فاذا كنا بيتكلموا في هذا الموضوع. فانا كان في جدول الاعمال تنظيم كاس العالم. فانا قلت لهم واتكلم بجديه يعني ان احنا يا جماعه عايزين بقى ننظم كاس العالم. فالبعض استغرب والبعض ضحك والبعض خد الموضوع بجديه، لكن مع الحوار والمناقشه واحنا قاعدين الكل يعني حتى اجمع. حتى اقول لك على حاجه جميله، يعني كان في المانيا مقدمه معانا، واخد بالك، وكانت مقدمه يعني تاخد التنظيم، وبعض الدول الاخرى. لكن المانيا كان موجود معانا زميل يعني عضو الاتحاد الدولي، وكان ساعتها نائب رئيس الاتحاد الالماني هو. فقال الدكتور عزام انا خلاص احنا المانيا متنازله لمصر، ومصر تاخد البطوله. جميل. يعني تكريما لايه تاخد الكاس يعني. فاذا ابتدينا النهارده يبقى في نوع من الاحترام، طبعا، ومع الاحترام الثقه. يعني في ثقه في ان مصر لديها اولا منشأ رياضي جيد، لديها كفاءات في رياض دراجات تنظيميه على اعلى مستوى، تستطيع ان تنظم اعلى بطولات او اعلى مستوى فني بدليل في كاس العالم للدراجات، وهي اعتقد مؤهله للاولمبياد بالظبط. وبعدين اللي دي هيشترك فيها مش اقل من 40 الى 50 دوله ممكن يكونوا موجودين، اللي هم اوريدي يعني لهم حق المشاركه. يعني في الدوله دي في شروط، في كواليفيكيشن سيستم لمين يشترك في قصدي في الكاس العالم. الكاس العالم دوت. الدوله اللي ليها الحق هي دي اللي ممكن تشترك في كواليفيكيشن سيستم، عكس البطوله اللي هنتكلم عليها اللي هي بطوله العالم الثانيه الكبيره اللي انت قلتها في 24. فبالتالي دي هتبقى عاليه، المستوى الفني بتاعها عالي جدا. احنا بنستعد لها حتى كمان من الناحيه الفنيه. انا عندي كوادر حكاميه. كنا احنا دايما اقول كنا في التحكيم بالنسبه للدرجات ورا الشمس، النهارده احنا مع الشمس. جميل. يعني النهارده كنا ما فيش على افريقيا، ما فيش كنا احنا، لكن النهارده الحمد لله احنا سبقنا كل الافارقه في التحكيم، سواء في المستوى الفني اللي احنا بنعمله على مستوى افريقيا او الاتحاد الدولي. يعني اصبح في حكام مصريين متواجدين في البطولات العالميه والبطولات القاريه. يعني لسه عاملين دوره، عاملينها هنا اهوت، دوره دوليه اللي هي اسمها قبل الدوليه، اللي هي اليت كوميسير. دي المستوى القومي المعترف من الاتحاد الدولي، وفي قومي بتاعك انت اللي هو ناشونال كوميسير بس بالزبط. ده بتاعك انت اللي بتعده وانت اللي بتكونه. المستوى اللي بعديه اللي هو اللي بيأهلك للدولي، اللي هو المستوى القومي اليو سي اي المعترف باليو سي اي. اليو سي اي بيعمله وهو اللي بيمتحن وهو اللي بيدي الكورس، هو كل حاجه. احنا كان عندنا دوره الشهر اللي فات هنا في مصر، كنا عاملينها صحيح، كنت عاملها تبع الاتحاد العربي بالنسبه للبطوله العربيه. انا بنتهز البطولات واعمل فيها دورات. جميل طبعا. لكن هي دوره زي ما قلت بينظمها، احنا بننظمها، لكن الاتحاد الدولي هو اللي بيعملها من الالف الى الياء، سواء يعني المحاضر، سواء الكورس، سواء المناقشات، سواء النتائج. والحمد لله احب ابشرك وهنيك، لسه النتيجه جايه لي. كانوا حوالي 14 واحد اللي نجح منهم 4. من ال4 دول اللي نجحوا 4 مصريين، هم 4 مصريين هم اللي نجحوا.
4 مصريين. احنا بنبارك لحضرتك طبعا، بنبارك لهم ونهنيهم. طبعا. عندك يعني مريم هشام عزام، عندك سمر حامد، وانا مركز قوي على العنصر النسائي في التحكيم وفي التدريب، عشان يعني زي خلينا واقعيين، لو احنا اهملنا هذا الجانب هنخسر 50% من الميداليات و50% من الكفاءات. طب ليه؟ جوانب فنيه مطلوبه اكيد. وعندنا كمان ممدوح، وعندنا يعني هم 4 زي ما قلت لك، بنتين وولدين. فدول الحمد لله فازوا وكانوا هم مش عايز اقول اوائل، لان هم ال4 اللي نجحوا ونجحوا بكفاءه عاليه. فانا بنهني برضو ولادنا، ونهني مصر، ونهني افريقيا ان اصبح عندها كوادر كبيره في التحكيم. بالتاكيد. نتكلم على بطوله العالم بقى 24 اللي حضرتك قلت ذكرتها في شوف، عايز اقول لك الحقيقه، جيت الحق. بطوله العالم اسمها بطوله العالم للدول الناشئه. هو اسم بس، لكن هي دول قويه جدا. احنا قعدنا ندور على الاسم، نسميها بطوله العالم بيه ولا نسميها ايه في الاتحاد الدولي، فاستقر الامر على انها تبقى اسمها بطوله العالم للدول الناشئه. الدول الناشئه مجازا لان فيها دول قويه جدا، لكن المقصود بيه عشان اوصل بس المعنى للناس ان يعني هي الدول التي لا تلعب في بطوله العالم الاساسيه، بطوله العالم نفسها. لسه حضرتك قايل ان كاس العالم ليه شروط معينه طبعا. عشان كذلك بطوله العالم فيها. كذلك بطوله العالم. فاللي ما بتنطبقش عليه شروط بطوله العالم بيلعب بقى في بطوله العالم اللي احنا او للدول الناشئه. اللي بيلعب في بطوله العالم دي ما بيعدوش 30 دوله، ماكسيموم يعني يكون 30 دوله. لكن الدول التي لها حق المشاركه في بطوله العالم الدول الناشئه اللي احنا بنقول عليها، او هم ما يقرب يمكن اكتر شويه 170 دوله. فطبعا عدد ضخم. البطوله دي ايه الجديد فيها؟ الجديد فيها ان اول مره الاتحاد الدولي ينظمها. يعني هو يعني يعتبر مكون جديد في الاتحاد الدولي. جميل. كان عليه صراع من كذا دوله، سواء في اوروبا، سواء في اسيا، دول كبيره، سواء في افريقيا. انا قعدت افكر، جيت الحق، طب انا اخش معاهم ولا اعمل ايه، ولا اقدر اخدها ولا ما اقدر؟ ليه بقى عبد الرحمن بيه؟ ان هي في هذه البطوله مش بطوله واحده. يعني انا بننظم بطوله الطريق ماشي، بطوله المدمار ماشي، بطوله الدراجه الجبليه ماشي، البي ام اكس ماشي لوحديها 3-4 ايام وخلصت القصه. لكن دي بطوله مجمعه للاربع بطولات. بطوله للطريق قويه جدا، ممكن يحضر فيها، ممكن بقول لك مسموح 170، يعني لو جن ممكن يجي 100 دوله، ممكن يجي 120 دوله. فده اذا عدد المشاركه عدد ضخم جدا كبير طبعا، لان ما لهاش تاهيل زي بطوله العالم. فمسموح لدخول اي دوله عايزه تخش. انا عندي مثلا في افريقيا 54 دوله، مش اقل من 45 دوله هيشاركوا. ده بس من افريقيا. لسه بقى اسيا، ولسه اوروبا فيها 15 دوله برضو نفس المستوى، ولسه امريكا الجنوبيه. كل دول هيشاركوا. يبقى ممكن يوصل عدد فعلا ل 100 ل 80 قصه كده، يعني عدد. جميل. وبعدين في نفس الوقت هننظم في نفس الوقت، لان ميعادها من 2 الى 10 مارس ان شاء الله 2024. فبالتالي انت بتنظم 4، بتنظم بقى الطريق، بتنظم المدمار، بتنظم الدراجه الجبليه، بتنظم البي ام اكس. دي بتخلص بتخش في دي بتخلص دي بتخش في دي. فسموها البطوله المجمعه بطوله عالم. عشان كده انا بقول ان ده بيعتبر امانه، يعني بدون مجامله لاي حد، ده فخر للاتحاد المصري وفخر للرياضه المصريه ان مصر تكون اول دوله في العالم تنظم هذا. جيت الحق برضو بنقول ان الدوله الحمد لله مدعمه لهذا. اتعرض الكلام ده على معالي الوزير اشرف صبحي، وراجل كان مستجيب جدا وكان فرحان وفخور بان احنا يعني النظرة الدولة والقيادة السياسية للايفنتات او للأنشطة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبيرة في الفترة الأخيرة اتغيرت، وده بقى مصدر ثقة كبير للاتحادات الدولية في مصر، بدليل ان حضرتك بتقول بمجرد ما طرحت الفكرة الكل رحب بان البطولة تقام في مصر. فأصبحت مصر، يعني هستخدم تعبير معالي الوزير، قبلة لاستضافة الأحداث الرياضية والكبرى حول العالم. دي حقيقة. ويمكن عايز اقول لك انت، يعني احنا استفدنا
بالروح الجميله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نزل يلعب في شرم الشيخ ويمارس الدراجه، يعمل ايفنت.